سلام بنات، رمضان قرب يسالي. كي جاكم؟ انا شخصيا كنحس هاد الايام بجوج ديال المشاعر اللي متناقضين، الفرحه والحزن في نفس الوقت. فرحانه حيت قربنا نوصل العشر الاواخر اللي هي من اعظم ليالي هاد العام، والحزن حيت رمضان ما بقى لي والو ويسالى. واش حتى نتوما كتحسوا بهذا الاحساس؟ قولوا لي في التعليقات. المهم، اليوم بغيت نهضر معكم على العشر الاواخر اللي هي اخر فرصه عندنا هاد الشهر باش ناخذوا البركه ديالو. فاش كاين في العشر الاواخر؟ شنو هو السر ديالها؟ هاد الايام ماشي بحال اي ايام، فيها اولا ليله القدر اللي هي ليله خير من الف شهر، فيها الرحمه والمغفره، والله سبحانه وتعالى كيعتق العباد ديالو من النار. واهم حاجه، هذه هي الفرصه ديالنا ديال هاد السنه غير ديال هاد الشهر امر كاين الخير باش نقربوا من الله سبحانه وتعالى ونمسحوا الذنوب ديالنا ديال العام كامل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتخيلوا معايا، فاللهم يا رب وفقنا إن شاء الله باش نقوموا ليلة القدر ونديروا فيها أعمال صالحة. وهادشي كيعني بأنه راه ليلة وحدة فيها مغفرة ديال الحياة كاملة. ولكن السؤال اللي بزاف ديال الناس كيسولوه هو كيفاش نستافد منها. فدابا غادي نقولوا كيفاش نقدروا نستافدوا من هاد العشر الأواخر بلا ضغط وبلا احساس بالذنب وبلا احساس بالفشل ديال اننا راه ما درناش شي حاجه في هذا رمضان. حنا ماشي في منافسه وماشي في سباق، العبره بالنوايا الصادقه ديالنا، والمهم انه تكون الاعمال اللي كنديرو خالص الله سبحانه وتعالى، ما فيها لا رياء. فهاد 4 ديال الخطوات هما اللي نقدروا نديرو باش ان نستافدوا من العشر الاواخر بلا ما نحسوا بالعيا. اول حاجه، خاصنا نجددوا النيه ديالنا كل ليله، وفي كل ليله قبل ما نعسو نقولوا: يا رب، اللهم إني أريد القرب منك، وبغيت يا رب الرحمة ديالك، ويا رب بلغني ليلة القدر. وهاد النية بوحدها كافية باش الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعطيك الأجر. ثاني حاجة، 2 ديال الركعات احتس بيهم قيام الليل ودعي فيهم بالأشياء اللي كتمناي، حيت ماشي بالضبط أنك تسهري الليل كاملو، ولكن جربيها 2 ديال الركعات مثلا في الثلث الأخير من الليل قبل من الفجر صلي 2 ركعات، اولا مورا العشاء قلتي واحد شي وصلي 2 ديال الركعات فيها خير ان شاء الله تلقاي الوقت. ثالث حاجه، دعي 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 وما تشديش الحساب، غير دعي. علاش؟ الدعاء هو السلاح السري في هاد الليالي، حيت كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيكثر من هاد الدعاء: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب. فإلا كنتي كتمني شي حاجه دعي الله سبحانه وتعالى، وما تنسايش بأن راه الدعاء بحد ذاته راه عبادة. رابع حاجة، الصدقة، وتكون سرية، يعني ماشي مشوية تصدقنا على شي واحد نصوروها في مواقع التواصل الاجتماعي أو لا 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 لا، تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى ويديك اليسرية ما تعرفش اش خرجت يدك اليمنية. فحتى الا ما كانوش عندك الفلوس راه ماشي مشكل، الا صدقتيها درهم راه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يا رب بحوله وقوته يتقبلوا منك. او الا عندك حويجات ما بقيتيش تستعمليهم صدقيهم على شي بنيوتي اللي محتاجه، عطا الله ما يدار. فحاول انك ديري شي فكره ديال شي صدقه اللي زوينه وخليها بينك وبين الرحمن. شوفي حبيبتي ديالي، ما تبقيش تشوفي رمضان بحال شي سباق، ما تفكريش في هاد الايام بحال شي ضغط ولا شي تحدي، وما نبقاوش نقولوا خاصني نكمل 5 ديال الختمات ديال القران، خاصني نصلي 100 ركعه، حيت الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا: حب الاعمال الى الله ادومها وان قل. داكشي علاش ما تنسايش بان الحاجه المهمه هي الاستمراريه والنيه الصافيه. ختاما، هذه هي اخر فرصه باش نربحوا رمضان. قولي في راسك هاد العشر الاواخر غادي ندير اللي نقدر عليه، والله ان شاء الله راه غادي يتقبل مني. ودابا بغيتك تقولي معايا: اللهم بلغنا ليله القدر واكتب لنا فيها الخير. وإلا وصلتي حتى هنايا تاكدي بلي راه غير سمعك لهذا البودكاست فهو ذكر، والذكر راه كيقربك من الله. وما تنسيش تصيفطيها لصحاباتك، والله يسر لك امرك، وان شاء الله يا رب يتقبلوا كاع الدعوات ديالك. نهاركم مبروك.